عليكم. أطرح سؤال على الشيخ أبو الحسن. السلام عليكم. ممكن تفتح المايك وترد لي على رواية؟ الأخوة موجودين بيهم البركة. لا لا، أنت فيك البركة. أنا أريدك أنت تجاوب. الأخوة أريدك أنت. موجودين. لا لا، أريدك أنت. لست أنت معمم ما شاء الله. الإخوة أعطيناهم سؤال ما عرفوا. لا مو قصة ما عرفنا، ده طلع المصدر لا بس دقيقة، ميرزا كتب. ميرزا، جاء كبيركم. ممكن يا أبو الحسن ترد على إلزامي فضلا وليس أمرا؟ هو شنو هو سؤالك؟ أنا ما سمعت أنت. سؤالي كلش بسيط كما تقول. وأنت تعرف رواية أصول الكفر ثلاثة، تعرفها يا أستاذ ولا نعرفها لك؟ اتفضل. طيب حياك الله. أطرح أبا سؤالي. الحارث. مرحبا الحال. أخونا أبو الزهراء شنو سنية عقيدتك؟ شيعي. سلفي شيعي شنو؟ أنا سني من أهل السنة والجماعة، مغربي باحث عن الحق. نعم. اي تفضل السؤال. زاد فضلك، أنا قرأت رواية أريد منكم فضلا وليس أمرا تفسروها لي. نعم. اي تفضل. طيب هذا كتاب أصول الكافي. نعم. في اي كتاب الإيمان والكفر، باب في أصول الكفر وأركانه. وهذه نعم. الرواية علق عنها المجلسي في علامة مرآة المجلس. العقول. صحيح. أيوة. تمام. قال الحديث الأول إيه. صحيح. نعم. لما قال أبو عبد الله عليه السلام أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. سؤالي الأول: هل كل من وقع أو عمل بهذه الأصول الثلاثة وقع في الكفر؟ تفضل حتى نكمل الرواية. لما قال الإمام عليه السلام أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد، هل كل من عمل بهذه الأصول الثلاثة وقع في الكفر؟ جيد، راح أجاوبك. شنو تعريف الكفر أخونا؟ أنا الآن جايبك رواية نقول لك فسرها لي، تبقى ترد سؤال بسؤال. يا أخي يا ما أستاذ. أطرح ثواني الصورة. بس المصدر من جديد. لا حول ولا قوة. بس المصدر من جديد اخونا. المصدر مرآة العقول في كتاب الإمام والكفر في أصول الباب في أصول الكفر وأركانه، الجزء العاشر الصفحة 73. وهذه موجودة رواية. اكتب أصول الكفر ثلاثة يعطيك المصدر في أصول الكافي، وموجودة في مرآة العقول. ماشي، فقط اجيب الكتاب. خذ راحتك، أنا سأكتب. بس بين ما يجي شو اسمه تعريف الكفر عندنا احنا شنو؟ ما تبقى تقول أصول الكفر، واضح. الله أكبر. شنو تعريف واضح. الكفر يا عزيز؟ أنت اللي والكفر تعرف. كم؟ وشوف بالله أنا نقول لك إمام قال أصول الكفر ثلاثة، تقول لي ما معنى الأصول الكفر؟ واضح. أعرف معنى كلمة كفر. شنو معناها كلمة كفر؟ الله أعلم، فسرها لي أنت. هذه روايتك أنت، ألست أنت كاتب السني يسأل والشيعي يجيب؟ أنا جايبك رواية يا أستاذ، أنا جايب لك رواية وسألتك أنا ما أجاوبك. أنا ما ما رد عليك. أجاوبك. بالله عليك، أنا لو كنت أعلم ما صعدت عندك أسألك. ولك والله سبحان الله. أنت في عقيدتك. أنت في عقيدتك. أسكت، ولما تجيب الرواية رد عليها. أنت شوف يا أستاذ، جيب لك أنا ما الرواية. حاضرك. طيب ما تحاورني، خليني مع صاحب المنصة فضلا وليس أمرا. أنا سأكتم حتى يأتي. أنا أعطيته المصدر ومن حقه طالبني من المصدر. تمام. أنت طالع تقول السني يسأل والشيعي يجيب. أنا رواية ما فهمتها فسرها لي فضلا وليس أمرا. هذه كتبك وليس كتبي. نعم. الله يا ربي. سبح الله وحمد الله وكبر الله. نعم. استغل الفرصة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. إن كنت من أهلي. أنت كاتب السني يسأل والشيعي يجيب. تفضل. عندي استفسار لو سمحت. دقيقة أخونا، أنا قبلك يرد علي وحتى ننشد حتى أنزل وخليك معه فضلا وليس أمرا. شكرا لك. نعم. سبحان ربي العظيم. محدث اكتب أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. تعطيك الرواية. اي ثواني استوجبت الكتاب اخونا. خذ راحتك يا أستاذ. شنو اسم الباب؟ باب في أصول الكفر وأركانه، الحديث الأول. قال عنه المجلسي الحديث الأول صحيح.
وعليكم السلام والرحمة. العم أبو حسن. ها محدث، طلعت له افتح الحاسبة. ولا بعدني جاي ادور انا. هو موجود بمرآة العقول. العفو. تعرف المصدر اللي من مرآة العقول؟ نعم، الرواية أصلها في أصول الكافي، يعني هو الشيخ أبو الحسن يرد عليها يعرفها. آمنا طيب، بالله. بما جاء أنه جاء شيخكم، أطرح سؤال على الشيخ أبو الحسن. السلام عليكم، ممكن تفتح المايك وترد لي على رواية؟ الأخوة موجودين بيهم البركة. لا لا، أنت فيك البركة، أنا أريدك أنت تجاوب. الأخوة موجودين. أريدك أنت. لا، أريدك أنت، لست أنت معمم ما شاء الله. الإخوة أعطيناهم سؤال ما عرفوا. لا، مو قصة ما عرفنا، ده طلع المصدر. لا دقيقة، ميرزا المصدر. جاء كبيركم، ممكن يا أبو الحسن ترد على إلزامي فضلا ولس هو أمرك؟ شنو هو سؤالك؟ أنا ما سمعت. سؤالي كلش بسيط كما تقول. وأنت تعرف رواية أصول الكفر 3، تعرفها يا أستاذ ولا نعرفها لك؟ تفضل عرف لي إياها. موجودة في أصول الكافي، وقال عنها المجلسي في مرآة العقول. الحديث الأول صحيح، أصول الكفر 3: الحرص والاستكبار والحسد. تعرفها يا أستاذ ولا لا؟ أي صح، أي شبيها. طيب، هل كل من عمل بهذه الأصول الثلاثة وقع في الكفر؟ تفضل اعطينا الرواية مال فاطمة لا، الزهراء. جاوب يا أستاذ، جاوب يا أستاذ. لما قال تفضل أبو اعطينا عبد الرواية الله، مال فاطمة الزهراء. أي فاطمة الزهراء؟ أي فاطمة الزهراء؟ يلا تفضل. من أين فيها فاطمة الزهراء؟ من ذكر فاطمة الزهراء عليه السلام؟ تقصد الحسد اللي انحسد رسول الله. أي حسد؟ أنت ما تعرف حتى الرواية يا أستاذ، أنت حتى الرواية ما اي تعرف. ما اعرفها صح. وش دخل فاطمة؟ وش دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤالي لك، سؤالي لك يا أستاذ. سؤالي لك يا أستاذ. لما قال الإمام أبو عبد الله عليه السلام، شوف كيف أنا أحترم العقيدة، ليش جاي أنا أفهم. اخونا ارجع اسم الباب. أباب يا أستاذ. طيب، أبو الحسن خليك على جنب، خلينا مع الأستاذ. أباب في أصول الكفر وأركانه، في أصول الكفر وأركانه يا أستاذ، تفضل. ايش دخل فاطمه؟ ما اعتقد انت مهرج حتى تضحك. لا حول ولا قوه الا بالله. اضحك يعني تريدني ابكي يا ابراهيم؟ انا ما سبيت. ما يحتاج يعني. ابو الحسن البيت مسجل يعني. الضحك من دون سبب من قله الادب. لا انت اللي خلي راح ينصدم. انت اللي مصدوم يا استاذ. هو علي من مصدوم. ترى انا عندي يا استاذ ابراهيم، انا ما شخصنت معك. ليش شخصن القضيه؟ ما شخصنت معك القضيه، ما تكلمت معك. ابو الحسن يعرفني يا استاذ. اضحك تريدني ابكي؟ سبحان الله. لا تبكي لا تضحك يعني ماكو. طيب ايش؟ لا لست. اسمع، خليك على جنب، الكلام ليس معك. اضحك، انا حر. خليك محترم. انا حر يا استاذ، انا محترم، ما سبيتكم، ما سبيتش رموزك، رغم ذلك قلت ابو عبد الله عليه السلام. اضحك كما احب. جاوبني لو عندك القدره، جاوب. طيب نجاوبك. طيب يلا جاوب. يلا اولا هذه الروايه. سؤالي الاول، كل من عمل بهذه الاصول الثلاثه وقع في الكفر، نعم ام لا؟ جاوب تفضل. اولا ما ورد في هذه الروايه ان اصول الكفر 3. اولا ما معنى اصول الكفر؟ انت تعرف شنو معنى اصول الكفر؟ شوف يا شيخ، رد سؤال بسؤال. شفتم يا اخي خلي اجاوب. لا تقاطع. اكتب خلي اجاوب. اذا كان كبيركم ما استطاع يرد من انت يعني. انا ساكتب. يلا اسمع. انا سائل جاوب. اكتب لا تقاطع. جيد. الإمام عليه السلام عندما يقول أصول الكفر 3: الحرص والاستكبار والحسد، معناها أن كل حسود كافر أو كل مستكبر كافر أو كل حريص كافر؟ طبعا لا. الحرص لا يؤدي، عفوا، وبذاته ليس كفر. شنو معناته أن أصول الكفر 3؟ أنا أخذ هذا الحديث من فهم علماء. المازندراني يقول أن هذه قد تؤدي إلى الكفر، وهذه احنا الصفة يعني. وين إبراهيم أسألك، لما استكبر إبليس على أمر الله وقع في الكفر ولا لا؟ بس خلي اكمل. بدأنا في الكتم. يا اخي لا تقاطع. انا جاي اجاوب. لا تقاطع. يلا تفضل جاوب. الشيخ عاصم نفسي شنو يقول؟ طبعا اخوان، الصفه التي نسبها الامام عليه السلام لادم شنو؟ صفه الحرص. عاصم نفسي شنو يقول رحمه الله؟ يقول: الظاهر من اصول الكفر ما يجري اليه بالاخره، او المراد بالكفر هو بعض معانيه، فهذه الامور الثلاثه بالعنوان المذكور غير محرمه. وقد ذكرنا في الفقه حدود الشريعة في محرماته أن الكبر مطلقا والحسد في الجملة حرامان، وأما الحرص فلم يثبت حرمته بعنوان. إذن الحرص مو بس ما يؤدي للكفر، أصلا هو غير محرم. زين، مراد الإمام شنو هنا؟ هذا من المتشابه. الإمام عليه السلام يقول أن في حديثنا محكم ومتشابه كمحكم ومتشابه القرآن.
فاحنا نرد المتشابه الى المحكم حتى نفهم مضمون الحديث او معنى اللي اراد الامام عليه السلام. هنا الروايه عن شنو جاي تتكلم؟ جاي تقول ان الاستكبار قد يؤدي الى الكفر، او الحرص قد يؤدي الى الكفر، او الحسد قد يؤدي الى الكفر، مو معنى ان كل حسود وبالضروره كافر، ما له مدخليه. هذا مراد الامام. والشيخ آصف محسني شنو يقول؟ يقول اصلا ان الحرص الذي اتصف به ادم، وفعل ادم هنا حسن لانه حرص ان لا يكون من الشجره، هذا اذا استخدم في غير مكانه قد يؤدي الى الكفر. لكن احنا الصفه ننفيه عن ادم، ليش؟ لانه استخدمه في مكانه. تمام يا ابراهيم، ما جاوبت، شكرا لك. اولا انت مع احترامك ممكن تفتح مايك وتقول لي ابليس لما استكبر على امر الله ما إلا انا ابليس. انت سؤالك عن الروايه في نفس الروايه فيها ابليس. اي طيب انت سؤالك ان صفه الحرص ابراهيم اتصف دقيقه، بها انت آدم ما عليه السلام. قاطعتك يا استاذ ابراهيم. تفضل. اولا انا اعطيتك شطر من الروايه وانت ذهبت الى ادم. شوف يا استاذ، ركز معي الله يصلح حالك. لما قال الامام عليه السلام اصول الكفر 3: الحرص والاستكبار والحسد، فضرب لكل كلمه بمثل. ضرب الحرص بادم فقال: فاما الحرص فان ادم عليه السلام حين نهي عن الشجره حمل الحرص على ان اكل منها. واما الاستكبار فابليس حيث امر بالسجود لادم فابى. واما الاستكبار، ركز. دقيقه يا استاذ، الاستكبار. يا استاذ نعم. شطر يعني الاستكبار غير الحرص. انا ما الحرص قاطعتك، الذي انا ما اتصل قاطع به آدم يا غير استاذ الاستكبار الذي يا اتصل به استاذ. إبليس. وانت بالله عليك من اين تفهم؟ يقول لك الامام عليه لا السلام تتجاوز، من أين تفهم؟ انا ما تجاوز. طيب تتجاوز. ممكن ما تقاطعني حتى نوصل فكرتي. طيب اكتم فضلا، كما قلت لي اكتم كتمت حتى نوصل فكرتي ورد. يا استاذ، قال ابو عبد الله عليه السلام: اصول الكفر 3. اصول الكفر 3: الحرص والاستكبار والحسد. سألت أبو الحسن وسألت الأخ محدث، قلت: هل كل من عمل بهذه الأصول الثلاثة وقع يا أستاذ خليني أتكلم الله يصلح حالك، خليني أتكلم يا أستاذ، خليني أتكلم يا أستاذ. تكلم بس حوارك معي، مو تقول لي ما تقاطع يا أستاذ. أنا أعرف أبو الحسن أعلم منك. هل أنت أعلم من أبو الحسن؟ أنا خادم لأبو الحسن. أو طيب أنا ما أسأت إلى شيخك، ما أسأت إلى شيخك. لا حول ولا قوة. ما تشخصن القضية يا بالله عليكم. دعني أتكلم يا أستاذ. يا بشر ما قلت لك بدأنا في انت شخصنا. فهمني. اسمع يا بشر، اقول لك ما لي علاقه بجواب غيري. يعني هذا جوابي وجواب علمائي ولا واحد جواب جاوب. المازندراني ممكن وجواب تهدأ. آصف محسني. ممكن تهدأ. تفضل بس لا تقول جاوب على النقطه اللي انا طرحتها. طيب ما اذكر لا ابو الحسن ولا الاخ محدث، ممكن تسمع ومتقاطع. تفضل. اولا المجلسي لما علق على ذلك قال: وكأن المراد باصول الكفر ما يصير سببا للكفر احيانا لا دائما. وقلت لك ان الامام عليه السلام لما قال، انا اقول لك قال الامام وانت تقول لي قال العالم. هنا الامام قلت لك اشرح لي قول الامام. الامام ما قال كل من اتصف بالحرص فهو كافر. يا استاذ دعني اتكلم يلا تفضل. بس لا تدرس على الامام ما قال كل من اتصف بالحرص فهو كافر. اسمع سنرى الان ساقرا الروايه كامله ونعطيك الزام ونرى، ونعطيك 3 دقائق تمام. واتمنى وهذا البث ينشر على اليوتيوب حتى يعلم الناس انكم تكفرون ادم عليه السلام. يقول ابو عبد الله عليه السلام: أصول الكفر 3. ركزوا: 3: الحرص والاستكبار والحسد. فالآن سيضرب لكل كلمة بمثل. الحرص قال: فأما الحرص فإن آدم عليه السلام حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها. وأما الاستكبار فإبليس حيث أمر بالسجود لآدم فأبى. وأما الحسد فإن ابن آدم حيث قتل أحدهم صاحبه. نقطة. قلت لك: هل كل من عمل بهذه الأصول 3 وقع في الكفر؟ إذا قلت نعم لا. إذا إبليس ليس كافر عندك، صح؟ لا خل افصل جيد. يعني شنو الضغط هذا؟ ما جاب نفس الحكم. قلة احترام من عندك. عموما اكتم ما راح نفس الحكم. خل اجاوبك. المسألة فيها تفصيل. الاستكبار والحسد في حكم. اسمعني يا اخي انا ما قاطعتك. اكتم خل اتكلم. الحرص في حكم والاستكبار والحسد في حكم، وانا وضحت لك كلام العلماء. الاستكبار محرم والحسد محرم، بس الحرص مو محرم. اصلا الحرص ممكن ان يكون ممدوح، والشيخ آصف محسني قال ان الحرص ليس حرام. اين الاستثناء من قول المعصوم؟ يا اخي لا تقاطع يا بشر، لا تقاطع. انت الله خلقك بشر، لا تصير شيء ثاني. لا تقاطع خليك كلمه انا اعطيك قول. لا تقاطع خليك كلمه جواب. ورد على قول المعصوم. الحرص يا اخوه ممكن ان يكون حسن. واحد يتحرص او يحرص عفوا انه لا يقع في الذنوب، هذا شيء حسن.
فهو مو بالضروره ان يكون محرم، اصلا هو مو محرم حتى يؤدي الى الكفر. الامام عليه السلام لما يقول اصول الكفر 3، يعني هذه الامور حتى تعليق العلامه المجلسي قال قد تؤدي بصاحبها الكفر وقد لا تؤدي الى صاحبها بالكفر، يعني بالمآل، الحكم كله في المآل. ممكن ان هذه الاصول تؤول بصاحبها الى الكفر او لا. جيد، ادم هل اتصف بالحسد الذي هو محرم؟ الفعل بذاته محرم، فعل الحسد لا. هل اتصف بالاستكبار؟ لا، اتصف بالحرص. طبعا من الدرايه، هاي شغله تعلم بالدرايه. والامام عليه السلام قال ان الاستكبار جيد والحرص اتصف بها من؟ ابليس، واتصف بها ابن ادم. بس ادم بنفسه بماذا اتصف بالحرص. الحرص بنفسه ليس محرم، فضلا عن يكون كفرا، بعيد كل البعد عن الكفر. وانا قلت لك ان حكم الحرص هنا بعيد، وانا جبت لك كلام المازندراني. طيب انت يا استاذ ابراهيم، المساله واضحه. فليس كل ليس كل من اتصف بهذه الاصول فهو كافر، ما له علاقه، ما له مدخليه. انما طيب. هذه الاصول قد تؤول بصاحبها الى الكفر وقد لا. طيب شكرا لك. هذا كلام اعطيني تعقيب. بس طيب. اسمع هذا كلام العلامه المجلسي اللي انت جبته، يعني هذا كلام عليك. لا اقرا كلامه الاول، اقرا كلامه الاول. انت طلعت كلام انت بطلت كلامه ولم يقل دقيقه. اقرا ماذا قال في الاول. منو قال؟ المجلسي الذي تقول انت جبت كلام المجلسي. اخوان شفت انك لا تقرا المجلسي. بس اسمعني مرخص. اعطيني مداخله. شفت انك لما الزمك بقولك. اخوان هو جاب كلام المجلسي اللي شو يقول بيه؟ يقول ان هذه الاصول قد تؤدي بصاحبها الكفر وقد لا تؤدي. اين قال؟ اين قلت انا هذا الكلام؟ اين قلت هذا الكلام؟ انت قلت قال العلامه المجلسي في تعليق على هذا الخبر كذا وكذا. انا قرات. لا ماذا قلت؟ هذا الكلام امامي. انت طيب لا عموما ناخذ مداخله. قلت لك وكان المراد باصول الكفر ما يصير سببا للكفر احيانا لا دائما. هذا ما قلته يا استاذ. ليش تغير معي؟ يا ابراهيم انا ما هذه عين مقالتي يا استاذ ابراهيم، ما قاطعتك. ليش سبحان الله. اولا كلام يا استاذ ابراهيم، هنا الحكم بالكفر على ثلاث هذه الامور: الحرص والاستكبار والحسد. انت الان جئت باستثناء. أين قال الإمام هذا؟ بل قال أصول الكفر 3: الحرص والاستكبار والحسد. وأنت تعلم يقينا أنا وأنت أن إبليس لما استكبر على أمر الله وقع في الكفر، إلا إبليس أبى واستكبر فكان من الكافرين. فالحكم الذي تسقطه في هذه الرواية على إبليس تسقطه على آدم وعلى ابن آدم الذي قتل أخوه. صح ولا لا؟ هذا هو مفهوم الرواية أستاذ. تمام؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا فهم منه. بس لا ابراهيم مرخص السؤال هذا ظاهر الروايه. قول الامام. بس لحظه قول الامام يعني هذا لا هذا آية قول الامام صلوات. نعم. الامام يقول كلامنا صعب ومستصعب فاعربوه، وايضا يقول كلام باللغه العربيه مو واضحه. او المستصعب يعني عندك انت. بس لحظه راح اكتب لك. والامام يقول كلامنا فيه المحكم والمتشابه. اي محكم متشابه؟ لا حول. محكم متشابه صار قرآن. ابراهيم انا انتهيت. شو انت صعب. وصلت. انا اخذت منك ما اريد. والله وصلت. اكثر من ايش ما جاوب؟ تعيد نفس كلامك. ثلاث مداخلات تعيد كلامك. انا سأنزل. شكرا لك. اخوان هو طرح استدلال المقدمات بعيدة عن النتيجه. انا اخذت منك ما اريد. يعني ما تريد تسمع. اخوان نزلوا. لا سمعت. نعم نزلوا ما يريد يسمع. يلا شكرا لك. نعم نزلوا. انا سمعت وما في واحد ما مؤدب ويضحك على ادفع الاشياء، يعني ما اعرف انسان حتى خفيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوان هو عند استدلال جيد. المقدمات لا تشبه النتيجه. يقول لي والله ما دام ابليس كافر لانه استكبر، فاذا بالضروره ادم كافر لانه حرص. وضحت له ان الاستكبار غير الحرص. النبيين شوف النبيين عموما من وجه وخصوص من وجه، بين اشتراك وبين امتياز. شنو ما به الاشتراك بين التكبر والحرص؟ ما به الاشتراك ان الانسان لو حرص على فعل الذنوب جيد قد يؤدي به الى الكفر، ولو حرص على الاستكبار قد يؤدي به الى الكفر. بس الحرص هو اصلا فعله غير محرم اذا جرى على الحرص من ذنوب الله عز وجل. فادم فعله كان حسن اصلا في هذه الروايه. ادم حرص على ان لا يفعل الذنوب، لكنه وقع في ذنب. وهذا احنا عندنا بها تفصيل ان هذا الذنب وقع في السماء وجرى. شيخنا ابراهيم لون بقي ولا واحد سفيه ويضحك وحتى ما عنده. اعرف لا لو بقي احنا شدنا وياه نريد نعلمه لا اكثر ولا اقل.
هو شرح اصول الكافي للمازندراني بالجزء التاسع صفحه 283 شرح ابراهيم مثل ما اجى، لا هو يريد ياخذ بشرحه، هو يريد ياخذ بفهمه. مؤمن قال هو جاب كلام العلامه، مجلس الله يرحمه، هو عين كلام المازندراني وعين كلامي. العلامه يقول ان هذه الاصول قد تؤدي بصاحب الكفر وقد لا تؤدي. انا اليوم مثلا رجل حسود معاذ الله، انا مثلا احسد فلان بالضروره انا كافر؟ انا رجل مستكبر بالضروره كافر؟ فما بالك بالحرص الذي اتصف به ادم، هو اصلا فعل حسن بس قد يؤدي الى الكفر. نعم صدق. ابراهيم انت تدري ايش قلت له؟ سالته اول ما طلع على مود المصدر، قلت له